مساء الخير عليكم اعزائي مشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامج حكايتي. وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت، والحلقه معايا النهارده زي ما انتم عارفين بقالي فتره كده كل الحلقات اللي فاتت تجميليه. فالحلقه النهارده معايا بنوته جميله بدات من زمان قوي. زي ما انتم عارفين انا بحب قوي القصص الجميله دي، بدات من زمان جدا ودلوقتي هي ما شاء الله بزنس وومن او سيده اعمال. بتفهم في كل حاجه في التجميل، معاها اسرار وكل حاجه. اي سؤال بنت عايزه تساله عن التجميل. فهيبقى معايا النهارده ضيفتي استاذه نانسي البسيوني، صاحبه بيوتي سنتر بومبون. ازيك يا نانسي؟ الحمد لله تمام. كويسه تمام طبعا. الجمال باين وواضح من قبل ما نبتدي اي حاجه. فعايزين يا نانسي، عايزه اعرف منك، بحب ان اشجع البنات اللي هو ما يقفوش في الطريق وكملي. انا عارفه عنك ان انت بداتي من زمان قوي موضوع التجميل والكلام ده. عايزه اعرف بداتي امتى وبداتي ازاي؟ بصي، هو انا مينلي خدت كورسز زمان، بس دي كانت حاجه هوايه اكتر، لان انا شغلي اصلا كان في المانجمنت والماركتنج اكتر. بس بعد الكورسات دي قررت ان انا لما افتح حاجه بزنس اخد في بقيه المجال كورسات تانية. وبعد الكورسات دي بقى فتحت المكان، وكان بالنسبه لي حاجه احسن بكتير. يعني انت كنت بتحبي مجال التجميل من وانت صغيره جدا، وكنت بروح كل حاجه اعملها من وانا بيبي، يعني اروح اجرب يعني بداتي امتى كده يا نانسي؟ لا، بدات كورسز دي كانت مثلا في ثانويه عامه. اوكي. وكنت بادئه كورس سكان كير، وبدات اشتغل في اوريدي في السكان كير مع في مكان في التجمع كان اسمه فيفا مي، وكنت ماسكه الروم بتاعه الفيشل. وكان دكتور عادل، ده دكتور لبناني، هو اللي مديني الكورس، وكان حد بصراحه يعني فيري بروفيشنال. يعني حلو قوي ان بنوته في ثانويه عامه. احنا في السن ده كلنا كنا بنحب البيوتي ونحط مش عارفه ميك اب وعايزين نكبر بسرعه، بس عمرنا ما جاي في دماغنا ان احنا نتجه فعلا للمجال او نتجه فعلا. انا في البيزنس من بدري، يعني انا بشتغل في الماركتنج زي ما قلت لك، وبدات بعد كده في المانجمنت من بدري. فكان عندي حته ان انا اعمل بيزنس سايد بيزنس، دي كانت من بدري، فاهمه قصدي؟ بس طبعا لما حبيت المجال ده اكتر وخدت فيه كورسز فاتجهت ليه يعني عن الشركات. طيب عايزه اعرف منك بقى، بومبون بيوتي سنتر عامل ضجه وحاجه فعلا حلوه جدا، كله بيشكر فيكي في حاجات كتير. بقى ده احنا عندنا حاجات كتير قوي، مش حاجه معينه انت ما شاء الله متميزين فيها، حاجات كتير جدا. فممكن اعرف منك بقى البيوتي سنتر هو بيوتي سنتر وسبا صح كده؟ عايزين نعرف بقى الخدمات اللي عندك ايه. بصي، انا عندي مينلي كل حاجه. عندي الحمام المغربي والمساج والشعر، كل ما يخص الشعر طبعا، علاجي او بروتين والحاجات دي كلها. عندي نيلز، عندي لاشز، عندي سكان كير. قليل قوي بنلاقي بيوتي سنتر معاه سبا، يعني بنبقى رايحين السبا داخلين عايزين نطلع بقى نعمل شعرنا تبل بقى، وعايزين هي دي بقى صح كده، انت بتدخلي تعملي كل حاجه بالظبط. انت كل حاجه بالنسبه لك من A to Z، انت داخله تخلصي حاجتك بتطلعي على المكان اللي انت رايحاه بالظبط، فاهمه قصدي؟ فانت مينلي بتخشي، او هنقول البرايد زي العرايس بتخش من A to Z، هي مخلصه. حلو جدا، حلو جدا. وحتى غير العرايس احنا نفسنا عايزين نروح سبا، بنقعد ندور بعديها نروح اني كوافير او بالظبط. انا حصلت معايا كتير على فكره في كلاينتس مثلا بتيجي تعمل حاجات وبعدين عندها مناسبه شعري باظ. دي حقيقه. ايه بقى؟ ادخل جري اعمل ايه دلوقتي بالظبط. فهي احسن بكتير يعني. وانا ده اللي كنت حابه ان هو يبقى مميز في بونبون، ان هو يبقى فيه كل حاجه، اللي هو ادخل اطلع بالظبط جاهزه كل حاجه جاهزه. طب انا عايز اسالك سؤال بقى يا نانسي. انا كواحده المفروض اعمل سبا كل قد ايه؟ يعني في ناس تقول لك ايه ده انت ازاي ما بتروحيش السبا كل اسبوع؟ واحده تقول لك لا يا جماعه السبا ده عشان الجلد وعشان المسامات وبتاع هو كل 6 شهور، وناس تانية تقول لك فعلا مش عارفين. يعني بصي، احنا في مصر الوضع عندنا مختلف، يعني بره مصر بيعملوا الموضوع ده ويكلي، وده الصح. خلاص، النظافه حلو. بالظبط، يعني ده حقيقي، ده الصح يعني. عشان جسمك عامه كعضلات ككل حاجه، انت بتعملي حمام مغربي ومساج، انت بتجددي الخلايا وبتعملي جزء من العضلات من الحاجات. احنا بنتعب يعني، انت عندك ستريس، عندك شغلك طول اليوم، عندك حاجات كتير، وبنهتم بالوش اكتر. يعني نقعد نعمل الوش مساج، نقعد نحط له كريمات عشان نحفز الكولاجين ونسيبين جسمك بالظبط كده، لان الكولاجين موجود في كل حته. هو احنا عندنا الكولاجين في كل حته حتى في الجسم. فطبعا هو لو هنتكلم في الصح هو ويكلي. بالنسبه لينا احنا هنا بنقول مانثلي، لان الناس بتبقى حابه الاكتر شهر، يعني ان هي كل شهر تعمل كل شهر بيبقى ليا السبا بتاعي. بس انت حتى البرايد بنقول لها مثلا قبلها
يعني ال2 ويكس اللي هم قبل الفرح دول انت اعملي 3 مرات. فاهمه قصدي؟ احسن لك يعني. طيب احنا سامعين وعارفين ان في كميه بيوتي سنتر كتير وكميه سبا هنا وهنا والاماكن كترت. معنى ان حد يبقى متميز او معنى ان حد يظهر يعني في وسط عارفه لما تبقى في زحمه كده وحد يظهر يبقى في حاجه منوره او في لمبه منوره. طيب انا عايزه اعرف يا نانسي ايه اللي ميزك او ميز السبا بتاعك عن الباقي يعني، او ايه اللي ممكن يميز السبا عن الباقي؟ بصي انا بهتم اكتر بالسيرفيس يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي السيرفيس، وان الكلاينت تخش ما يبقاش عندها اي كومبلين. اوكي انت بتخشي من A to Z انت بجد بتدلعي يعني انت داخله تتبسطي وتطلعي بالحاجه اللي انت عايزاها بقى، نفصل عن الشغل وعن العيال وعن البيت بالظبط كده. فاهمه قصدي؟ وتلاقي كل المساعده اللي انت محتاجاها. فده اهم حاجه. فكره حتى اهم من فكره البرايسز ان دلوقتي الاسعار كلها بتزيد والدنيا بتزيد، بس انا مش داخله في الحته دي خالص. انا مركزه اكتر على السيرفيس. اوكي طيب يعني ندي للعرايس حقهم شويه. اوكي. ومثلا انا عروسه بتفرج عليكي دلوقتي وقلت ايه ده، الله ده في سبا وفي هعمل شعري وضوافري وبلا بلا الكلام ده كله، وقاعده بتفرج عليكي وفرحي مثلا كمان شهرين. اتصل امتى احجز عند نانسي؟ قبلها بشهر. اوكي. بس طبعا هو احنا ما بيحصلش عندنا في مصر احنا الكلام ده. طبعا احنا قبلها ب4 ايام انا الاقي التليفون جالي ومعلش عشان خاطري. طب لا انت فاهمه غلط، احنا في وقت ضيق جدا. طبعا. بس طبعا يعني اللي بقدر اعمله بعمله، لو ما كانش خلاص عشان تطلع في احسن صوره. بس هو شهر مينلي علشان كل الحاجات اللي انت تقدري تعمليها. في حاجات اصلا لازم تعمليها بيبقى قبل حنتك بفتره حلوه يعني فاهمه، علشان انت الجسم نفسه يبقى كويس يهدى عن كل حاجه. فده بنقول قبلها يعني السبا اللي قبل الفرح بيوم ده اللي هو في اليوم الحنه بروح السبا على حسب انت بتعملي ايه في السبا. يعني في حاجات بنقدر نعملها قبلها، يعني لازم تعملي سبا ولازم تعملي سكان كير قبل الفرح بكام يوم. بس اللي قبل الكام يوم دول بيبقوا حاجه عشان خاطر تخلي شكلك حلو، مش عشان تلتهبي بقى وتتعبي ووشك يحمر وجسمك يتعب. فهي بيبقى في بروسس بتتعمل قبل الشهر ده، وفي بروسس بتتعمل اللي هو قبل التو دايز دول يعني. فاهمه قصدي؟ طيب الحاجه بقى اللي بتحيرنا وبتحيرني انا كمان، انا عايزه اعمل لون شعري ترندي بتاع الشتاء ده. انا من الناس دي مثلا، وعايزه الصيف دخل فعايزه اللون الترندي بتاع السنه دي بتاع الصيف عشان عايزه اعمل لون شعر. صح كده؟ طب انا عايزه دلوقتي احنا في الشتاء ولسه بادئين كده السنه الجميله، ايه الالوانات اللي انا اعملها اللي هي الصح؟ بصي الالوان الترندي قوي بعيد عن الاسود اللي هو ملك الالوان، صح كده؟ وانا مش هعرف اغيره للاسف. اللي هو ملك الالوان اعمل ترند بس مش هينفع. اللي دخل في الاسود خلاص، بس انا شعري اساسي اسود اصلا. اللي دخل في الاسود خلاص ما ينفعش يتصبغ ولا خلاص ايه؟ لا بياخد وقت طبعا لو انت بتصبغي، بس انا شخصيا انا شعري اسود وانا بحب الاسود، وجربت الوان كتير وجربت اقص شعري وجربت، بس انا ما لقش فيا غير الاسود. بالظبط. في فعلا بنات كده مش شرط يعني مهم انك تبقي ترند وتبقي مواجبه الموضه والكلام ده كله، بس مش كل حاجه بتليق عليكي. فلو ما لقيتش عليكي ما بقتش موضه. بالظبط. يعني فاهمه قصدي؟ هي دي البوينت. فطبعا بالنسبه للالوان الشتوي اللي هنتكلم عليها، هي طبعا البينكات دي اول حاجه بنقول عليها، اللي هي الباستيل الوردي زي ما بيقولوا. دي اكتر حاجات اللي هي البينكات اللي بدرجاتها دي طالعه فاشن جدا في الشعر. عشان انا اتلخبطت يا جماعه ثانيه واحده. البينك اللايت اللي هو الدرجه اللايت اللي هي مثلا عشان نسهل الناس، في هنا عندي لايت كده ولا ده ملوش دعوه خالص؟ لا هي بتبقى درجات بينك لايت فاتح مع بعضها. دي اكتر درجه ترندي. ودي ينفع الناس ينفع واحده تنزل بيها شغل، تنزل بيها جدا، لان هي فورمال، هي مش درجه فاقعه، هي مش فوشيا. هي درجه بينك فاتح. لا فهمينا اصل انا جت. وخلي بالك انت لو قريتي كتير هتعرفي ان ده ترند الفتره دي كمان جدا، الشتاء ده والشتاء اللي فات. يعني مكمله معانا الشتاء دي. فدي اول درجه من الدرجات اول مصنع يا جماعه الموضوع. بس هي عندها عيب فظيع. انت دايما الالوان الصبغات الغير طبيعيه بتبقى عندها عدو، وهو الميه الغسيل. فاهمه قصدي؟ فده ميزه. بنعمل لون ونيجي نغسل نلاقي اللون بقى حاجه ثانيه خالص. فهي دي اللي بيعملها هو عارف ان هي هتتعبه شويه، وعشان تقدري تحافظي عليها انت يو ماست ان انت تبطلي تغسلي شعرك شامبو كتير. اهم حاجه ان انت تغسليه بميه بارده ميه ساقعه. فاهمه قصدي؟ فدي من اول الدرجات اللي معانا في الشتاء ده. عندك الدرجه الثانيه اللي هي الدرجات اللي هي الالوان الاحاديه، اللي هي زي البني الغامق، الاشقر، الاحمر، اللي هي
اللي هي يعني بتبقى جاهزه. الاشقر مكمل معايا في الشتاء. طبعا الاشقر، عندك اشقر ذهبي وعندك الاشقر الجليدي، وعندك طبعا اللي هو لا غبار عليه، اللي هو الابيض الرمادي، اللي هو الابيض، لا اسمه بنقول عليه الابيض فضي اللي هو الرمادي اللي هو زي بس الالوانات دي نيجي نعملها يقول لك الالوانات دي صيفي، خليكي في الصيف. دي مش الوانات والوانات الشتاء هاديه. لو مشيتي على نفس الليفل هتلاقيها كلها درجات دافيه مش درجات فاقعه. انت بتنزلي للصيف الالوان الفاقعه بتبتدي تظهر. فاهمه قصدي؟ طبعا انا معايا الشغل الالوانات الشعر، انا نفسي اعجبت الوانات الشعر جدا. فاهمه؟ طب ده لون ايه يا نانسي؟ لا بصي، ده كانت الكلاينت جايه لونها غامق شويه، كان بني غامق، واحنا عملناه اللون اللي هو البلوند اللي مدي على ذهبي زي ما قلت لك، مع خصل تانية اغمق، وكان طالع تحفه بصراحه. هو حلو جدا وفعلا يعني. وشعرها قصير، يعني في ناس تقول لك شعري قصير مش هيليق عليه الالوانات الفاتحه او الالوانات المترقعه. لا هو مهم بس هو لايق تشوفي مهم ان انت تشوفي هو هيليق عليها ايه، لان انا لما بيجي حد كلاينت عايز تعمل حاجه ومش هتنفع عليها انا ما بعملهاش. اوكي، يعني هم عارفين انا ما بعملش حاجه غير لو فعلا هتطلع كويسه عليها، عشان هتيجي بعد كده تقول لك لا انا شكلي بيل، طبعا انا شكلي تعبان. فاهمه قصدي؟ فهي دي البوينت يعني. في النص كده عايزه احط سؤال كده، انا مش عارفه انت يعني هتردي عليا تقولي ايه، بس انا عايزه اعرف منك انت او الناس مش عارفه اعرف عنك ولا لا. انت ما شاء الله عندك البيوتي سنتر بتاعك والسبا، وعندك شغل كتير وهنا وهنا، انت كمان بلوجر. يعني انت كمان بلوجر. فاهمه يا جماعه؟ فعلا انت مجمعه كل حاجه، اللي هو انا بحب الحته دي فانا هبقى فيها في كل حاجه، انا معاكم في الشغل وهتلاقوني. هو تو بي اونست انا ما كنتش حابه، بس هي يعني غصب عنك طبعا. بتبقى لان انت عندك، انا شغلي في الكوزماتكس والميك اب والكورسز اللي انا واخداها والكلام ده كله. انا كنت لسه اسالك بلس الفاشن، انا واخده كورس فاشن ديزاين تبع لموضه بيروت، عملت اول اسبوع موضه في مصر، نزلت حاجات دريسز بتاعتي باسمي. فانت غصب عنك في الفيلد. فاهمه قصدي؟ بس طبعا لشغلك اي حاجه ما دام بتحسن الصوره بتاعت شغلك وبتخليه احسن، اوكي يعني جو اهيد. ده حلو جدا ان انت عارفه توفقي يا نانسي بين ده وده. عارفه واحده تقول لك انا بلوجر، فخلاص يعني مستسلمه نفسها ان هي بلوجر وبتركز في الحته دي وبتقعد تصور بتاع، بس انت عندك مكان ومكان مفتوح ومحتاجه تركزي فيه، وبعدين بتقولي فاشن دلوقتي وميك اب وحاجات كتير كده في بعض، فالموضوع انا حاسه ان هو كتير. بصي متعب، وطبعا وان مان شو دي بتبقى صعبه قوي. بس بيبقى يومك كله مشغول طبيعي، بس يعني حلو. فعلا احسن من يعني انا بحب الشغل. انا زمان انا بادئه من بدري قوي، فانا بحب الشغل عامه يعني. طيب في صالونات كتير فاتحه مخصوص، زي ما احنا عارفين والبنات كلها عارفه، خصوصا في الصيف فاتحه مخصوص للراستا. رايحه فين؟ انا رايحه في صالون معين يا جماعه بيعمل راستا في الحته الفلانيه، فبيقوموا عارفين، بتخشي كده تلاقي ان هو متخصص كده للراستا. طيب نانسي زي ما احنا بنقول من الاول خالص دخلت لنا كمان عندها كمان في البيوتي سنتر راستا. ده حقيقي. طب هل اللي بيعمل راستا ده بنات اللي هم بنوته افريقيه؟ بالظبط. يعني انت جايبه عندي مصريه وعندي واحده افريقيه بتيجي تعمله، بيبقى على حسب جابلك الفكره يا نانسي؟ يعني انا بحب الراستا جدا. انا شخصيا انا بعملها من وانا زمان يعني. انا بحب الراستا، بحب الالوان بتاعتها، لان انا واحده من الناس مش بغير لون شعري. فالراستا بالنسبه لي ممكن تخليني اغير لون شعري وشكلي. وبعدين خلي بالك الراستا بتريح شويه حلوين. يعني انت شعرك مش بيوقع الشعر زي ما بيقولوا، لا خالص. تشيليه ازاي وتحطيه ازاي، يعني انت شلتيه لنفسك، انت قطعتي شعرك اوكي، بس انك انت تشيليه عندها. انا عندي على فكره كلاينتس بتيجي تشيلها وتعملها، نعمل حمامات كريم ونعمل كولاجين، نعمل حاجات تطري الشعر، بعد كده نرجع نعملها تاني. فاهمه قصدي؟ بس انا اقطع لنفسي، انا اشيل لنفسي زي ما بقعد اعمل اللاشز لنفسي كده، يبقى انا ببوظ الدنيا. فاهمه قصدي؟ اللي هو بنبقى زهقنا منها وتلاقينا في البيت طب يلا ما نقص، يلا ما نشيل البيز بقى الاساس. فاهمه قصدي؟ بالظبط. طيب عايزين تكلمينا في الحته اللي مفيش حد بيقدر يستغنى عنها دلوقتي، التاتو. انت بتعملي، انا شفت انت بتعملي تاتو رسم على الايد تقريبا وكده، هل بتعملي تاتو حواجب ولا لا؟ وهل التاتو اللي عندك دائم او لا؟ انت جايه في حته وحشه قوي. بصي التاتو انا عندي مشكله معاه من زمان جدا. بنتكلم على التاتو الحواجب. اوكي. وحتى طلعت ستوري، ما اعرفش شفتيها ولا لا. انا لسه كنت عامله مقابله مع دكتور مجدي، ده دكتور لزراعه شعر الحواجب. هو طبعا بيزرع شعر عامه بوجه عام، بس انا كنت يعني الفتره الجايه هعمل معاه السيشن دي. وده عشان ايه؟ عشان انا عملت تاتو وانا صغننه جدا، وكانت واحده اوكرانيه والماده بتاعتها ما بتطلعش. انا عانيت في التاتو ريموف، والناس كلها عشان عارفه ده فبتسالني في القصه دي كتير.
ايه النتيجه او وصلتي لايه او الكلام ده كله. فده بالنسبه للتاتو دائم انا بعمله عندي اكيد طبعا. بالنسبه للحواجب، لكن البيرمننت في الجسم انا ما بعملوش. ما بتعمليش البيرمننت؟ لا. وبتاع الحواجب ده مش دائم؟ لا بيرمننت طبعا وبعمله وكل حاجه، بس انا مش داخله في التاتو عامه، لان انت دايما طلع عندك مايكرو بليدنج، طلع عندك حاجات ثانيه، مايكرو شادنج، مش عارفه ايه. فالحاجات دي كلها عندي للحواجب للاي برو، لكن للجسم انا عندي حاجات بس مش بيرمننت. اللي هي بتقعد قد ايه مثلا؟ بتقعد 15 ل 20 يوم. حلو قوي. بالظبط، اللي هو الميني اللي احنا بنحتاج رسمه نغير بيها المود عشان تغيري جو والكلام ده كله، او تغيري مود زي ما بتقولي، لكن مش على طول. زي ما اتكلمنا عن الوانات الشعر الترندي والشتاء والكلام ده كله، عايزين نتكلم شويه عن تركيبات الشعر. يعني انا دلوقتي شعري قصير جدا، فاللي هو ايه تركيبات الشعر اللي عندك يا نانسي؟ ايه التركيبات الجديده اللي في الشعر؟ بصي اقول لك على حاجه، واهمهم طبعا يعني قبل ما تبدا، ايه اهمهم الحاجات اللي هي ما تدمرش شعرك؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بصي الاهم حاجه ما بتدمرش الشعر، او انا بشوفها دلوقتي دايما برجحها او بريكوماند ليها، هي الكولاجين. الكولاجين هو بيفيد الشعر ما بيضروش. لكن البروتين والحاجات دي احنا بنبقى عارفين ان فيها ماده فورمالين، كلنا عارفين ده. انت رايحه عشان تفردي شعرك، مش رايحه عشان تعالجي شعرك. اي حاجه فيها فرد ما فيهاش معالجه، ما فيهاش. عشان هم بيصروا لما بيسالوني ما فيش معالجه. انا كله بيقول ايه، الماده دي كويسه بتفرد وفيها معالجه سنه. لا، ما فيش معالجه. انت بتفردي شعرك، يبقى انت بتضيعي من شعرك، ده طبيعي. اوكي. لكن في مواد تانية زي الكولاجين. الكولاجين ده تريتمنت علاجي، ومينلي في ناس في مصر بتستخدمه بهيت وفي ناس ما بتستخدموش بهيت. انا ما بحبش استخدمه بهيت، انا بستخدمه از تريتمنت. بيتحط على الشعر حمام كريم، بيتعمل له مساج كويس جدا، بيتعمل بالجهاز بتاع النانو البخار والكلام ده كله. فانت تعملي له جلسات. ما يتعملش بالبيبي ليس زي ما بيقعدوا يعملوه كده؟ ما بحبش. وبيجيب نتيجه؟ ما بحبش كل الناس بتسالني نتيجه فعلا. لا بصي بيجيب نتيجه، لان هو اصلا ماده بتخلي الشعر طري وكل حاجه. هو طبعا بيمنع التساقط والكلام ده كله. وانت بتتكلمي طبعا مش هقطع كلامك، بس احنا شايفين طبعا معانا على الشاشه سوى المكان من جوه والاجهزه، وقد ايه المكان فعلا بروفيشنال ومريح. ايوه يعني انت بتقولي كتير كده. وفعلا ومريح. طيب نرجع تاني على موضوع الكولاجين والكلام ده. ده مش بيحتاج حراره زي ما انت قلتي، صح كده؟ هل بيديني نتيجه زي الناس بيستخدموه بحراره، بس انا ما بستخدموش بحراره. طب النتيجه بتاعته ايه؟ ما اهم حاجه عندي النتيجه بتاعته ان انت اولا بيمنع تساقط، ثانيا بيمنع هيشان، شعرك بيرجع حيوي تاني. انا بستخدم حاجتين، كولاجين از تريتمنت حمام كريم، وكولاجين تابلت تاخديه مع الكورسز دي. فانت النهارده الكولاجين ده عشان الجسم وعشان الضوافر وعشان الشعر وعشان كل حاجه. لكن التريتمنت للشعر انا ما بحبش استخدم ولا حقن ولا اي حاجه فيه كولاجين. يعني انا اجي اعمل عندك تريتمنت كولاجين عندي وانا ماشيه بتديني اسم نتيجه في ساعتها. اوكي. وانت ماشيه بتحسي بشعرك في ساعتها، وكتير جدا يعني جربوا عندي الموضوع ده وعارفين. وبعد السيشنز بتحسي بقى بشعرك واحده واحده. طب ايه موضوع التابلتس الكولاجين دي تابلتس مش انا اللي بديها لك، بس بقول لك بريكومند ان انت تاخديها مع الكورس. فاهمه قصدي؟ علشان دي برضو بتعمل تغذيه للشعر مع الجسم ليك انت بقى، الجسم والضوافر والبشره وكل حاجه. الكولاجين في كل حته يعني. طيب محتاجه بقى ان انت اعرف منك، زي بنات كتير بتقعد تتكلم مش عارفين ايه هي جلسات السكين كير. واحده تقول لك لا السكين كير يا جماعه يعني بخار وسكراب ومرطب. هل هي كده فعلا؟ احنا عارفين عندنا 3 خطوات كده. ليفل السكان كير عامه. الليفل العادي اللي ممكن انا اعمله او اي حد عندي في المكان يعمله، ده اللي هو التنظيف العادي. احنا بنقول تنظيف بشره. تنظيف بشره يعني ايه؟ يعني انا رايحه انضف بشرتي من الدهون، من الاكني، اللي هي الحاجات اللي ظاهره. خلاص. لكن مش بعالج بيجمنتيشن، مش بعالج اللي هي تصبغات البشره، مش بعالج الاكني، ما بعالجش البلاك سيركلز، الرينكلز، الحاجات اللي هي فيها علاج يعني سيرم. ولا محتاجه انا بقول لك علاج يعني سيرم مع اجهزه. فانت الحاجتين دول ما بيتفقوش مع بعض غير لو انت عملتي سيشن ليها علاقه ميديكال. فاهمه قصدي؟ فهي دي اللي بتكلم فيها. لكن الحاجات التانية اللي هي زي تنظيف البشره العادي ده بيبقى موجود لاي حد، وده اللي احنا بنعمله للعروسه زي ما بقول لك قبلها على طول. لكن اي حاجه فيها ميديكال بتبقى بدري شويه. هل بتعملي السكين كير بنفسك؟ انت بتعملي؟ للاسف انا ما بحبش. بصي الموضوع ده بالذات ما بحبش حد يعمله عندي، السكين كير، غير لو تنظيف بشره عادي.
ليه؟ لان انت بتعالجي فعلا مشاكل. يعني انا كان عندي ناس وكيسز معروفه بتيجي تعمل حاجات بتعالج اكني زي ما قلت لك، بيجمنتيشن، تصبغات في البشره، طبعا غير الديرما بان والحاجات دي، فانا ما بخليش حد يعملها يعني غيري. بس عندي بنوته مثلا بتشتغل حاجات معينه اللي هي تنظيف البشره. طيب انا هقطع كلامك في حاجه، بس انا شايفاكي في مركبه لاشز. احنا اتنين مركبين لاشز صح كده؟ انا شايفه ان اللاشز بتاعتك شكلها ناتشورال جدا، وحاسه ان هي طبيعيه. هل دي اللي هي اللي بنركبها في المناسبات ونشيلها البنات اللي بتركبها دي، ولا دي؟ لا بصي اقول لك على حاجه، انا مينلي بعمل دايما كنت البيرمننت. اوكي بس البيرمننت انا ما بحبهاش، ودايما انا كشخص يعني ماليش دعوه باي حد، بس انا كنانسي ما بحبهاش غير في السفر. ليه؟ عشان الميه والحاجات دي كلها. بس انا بحب الوان بيس قوي، لان انا ديلي بعمل حاجات، فممكن اشيلها، ممكن اريح عيني يومين 3 4 عادي براحتي. بيختلف اللزق طبعا. بالظبط. لا طبعا الجلو بيختلف. بس انا فاينلي انا بحب يعني دي وان بيس. دي وان بيس من شي ان. اوكي انا بستخدم يعني انا بحب استخدمها الفتره دي عامه. وفي بقى اللي هي الوان باي وان والهير باي هير. الوان باي وان اللي هي اللي بتبقى واحده فيها 3 شعريات، والهير باي هير اللي هي الكلاسيك والفوليوم ميجا فوليوم والحاجات دي. الاحسن للرموش ان احنا نركب يا جماعه او في مناسبه ونشيل. يعني زي البرايد مثلا انا ما بفضلش ان انا اعمل لها اللاشز بتاعتها ولا بيرمننت ولا وان باي وان. انا بحبها الوان بيس. ليه؟ عشان تعملي الميك اب بتاعك ونشوف اللوك اللي باين اللي لايق عليكي في الميك اب. بتختلف من شكل للتاني. فطبعا بتبقى احسن يعني بكتير. بس طيب انا استفدت منك كتير، والبنات استفادوا منك كتير، وفعلا انت ملمه زي ما بيقولوا كده، ملمه بكل حاجه تخص البنات والستات، وانا بحب كده يعني. دي بتبقى فقره وحلقه قريبه لقلبي. طب عايزه قبل ما اختم الحلقه يا نانسي تقولي لي البنات نصيحه ازاي احافظ على شكلي، على لبسي، على جسمي. بيبقى في بنات قاعده قدام التي في اللي هو الله شكلكم حلو، ايه ده، الله هي فعلا بتتكلم وشعرها حلو، الله رموشها حلوه. طب ابتدي منين؟ اعمل ايه؟ احافظ على نفسي ازاي؟ نفسي ابقى زيكم. يعني الكلمه بتقال على طول اي حد في التي في، انا نفسي ابقى زيكم. تنصحي البنات دي بايه؟ بصي نفسي ابقى زيكم دي بتتقال كتير في السنتر، بس لو هنتكلم على اللوك والشعر والكلام ده كله، اهتمي بنفسك. انا عندي مشكله في الحته دي، انا بحب الاهتمام جدا. يعني انت النهارده بتتعبي وبتشتغلي وبتعملي حاجات، فانت لازم تدلعي نفسك. بالظبط. ما تستنيش حاجه. انت النهارده الحاجات دي بتغير في مودك، بتغير في شكلك. اهم حاجه روتين البشره، ده اهم حاجه لازم تستخدميها. الروتين اليومي بتاعك اللي هو النايت كريم والداي كريم والغسول، دول اهم حاجه، لان دول بيساعدوكي ان دايما وشك يبقى احلى في الميك اب وبره الميك اب. ده بالنسبه للروتين، وده مهم قوي للبشره. الجسم مش هقدر اكلمك عنه قوي دلوقتي لان تخنينا الفتره دي. كلنا تخنين الفتره دي. يعني هرجع واقول الصح، لان انا طول عمري بتمرن، واول مره ابطل الجيم. الاكل دي اهم حاجه. بالزبط. يعني اهم حاجه انك تظبطي اكلك، وده اللي انا بحاول ارجع تاني اعمله للاسف. قبل بقى ما اختم حلقتي، عامله اوفر للبنات ولا مش عامله اوفرز الفتره دي؟ ومنزلاها على البيج، واوفرز تقريبا على مينلي على كل السيرفيسز، بتختلف في البرسنتج. يا بنات خشوا على البيج عند نانسي عشان تستفادوا بالاوفر. نانسي انا اتبسطت جدا معاكي. انا كمان اتبسطت قوي مني. ثانك يو سو ماتش. ان شاء الله تبقي معايا حلقه تاني وثالث، والتوفيق ان شاء الله. ثانك يو. اعزائي المشاهدين هتوحشوني جدا، استنوني يوم الثلاثاء الجاي. باي باي.